السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم وصفه ديال كرواسون مالحه اللي الحشوه ديالها كتجي بنينه والعجينه حتى هي كتجي مورقه وكتجي مقرمشه وساهلين سواء الحشوه ولا العجينه. اول حاجه غادي نبداو بالعجينه لان غادي نديرو كرواسون طيب. فهنا عندنا نص كيلو ديال الطحين، وعندنا المدافي، عندنا دانون مسوس، وعندنا الخميره. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو الخميره من بعد ما درنا خدينا بول اولا بانيو اولا فاش ما درتو. هنا بالنسبه للخميره فغادي نديرو 2 معالق ونص كبار ديال الخميره باش تخمر لينا في ساع. وغادي ناخدو شويه ديال السنيده باش تجينا فيها ديك الحموره، باش ما تبقاش بيضه تجينا فيها ديك الحموره شويه. وغادي ناخدو الملح من طبيعه الحال على حسب الذوق. وغادي ناخدو 2 معالق كبار ديال دانون مسوس. وبالنسبه للماء غادي ناخذ هنا الثومه بودره. هاد الثومه البنات راه انا شاركت معكم في بزاف ديال الفيديوهات، غادي تشوفوها كتجي بنينه بزاف. صافي من بعد ما خلطنا الكرواسه ديالنا وخليناها دهنا بشويه ديال الزيت وخليناها باش ترتاح. صافي هنا غادي نغطيوها ونخليوها على جنب. بالنسبه للزبده فغادي هذه هي الزبده اللي غادي نورقوا بها كرواسه. هذه احسن زبده البنات بالنسبه للكرواسه باش تورقوها. صافي هنا من بعد ما ارتاحت العجينه ارتاحت غادي نقطعوها كويرات، يعني شوفوا معايا كتجي رطبه وكتجي في ساعه كتقطع، يعني ماشي ما كتمحناش في التقطاع. فصافي هنا قطعنا الكويرات وغادي نعاودو نغطيوهم ونخليوهم يرتاحوا ونمشيو على جنب. هنا حكينا الزبده كما كتشوفوا معايا. فخذوا البنات هذيك الزبده هي احسن زبده للتوراق ديال الكرواسون. فهنا غادي نبداو هذوك الكريسات غادي نبداو نورقوا وحده وحده ونحطوا، ومن بعد عاد باش غادي نبداو نديروا الزبده ونورقوا عاوتاني، يعني نخليو هذيك على جنب ونعاودوا نورقوا عاوتاني القرصه الاخرى ونديروا ليها الزبده ونخليهم مع بعضياتهم. صافي هنا راه كملنا الحجم، استمرنا حتى كملنا الحجم اللي هو كامل ورقناه. وغادي نبداو نديروا كل واحد ما بين وحده وحده غادي نديروا الزبده باش غادي نورقوهم مجموعين. فهاد كرواسه البنات هذه راه كتجي ساهله كما كتشوفوا معايا. وحتى بالنسبه الحشوه، يعني الحشوه كتبقى اختياريه، نتوما ديروا فيها اللي بغيتو. فغادي نشارك معكم واحد الحشوه اللي هي كتجي زوينه بزاف. صافي غادي نستمروا هنا حتى نكملوا الكريسات ديالنا. يعني شوفوا معايا كل ما بين كل قرصه وقرصه كنديروا الزبده باش هذيك الزبده كتجينا كرواسه مورقه وكتجينا ساهله في الدليك. فصافي هنا كملنا الكريسات كلهم وغادي نبداو نورقوا بالمدلك، نورقوا مزيان ونحاولوا نقادوا الجناب لان بطبيعه الحال ما غيجيوناش كلهم تقاده وحده. فهنا غادي نورقوا كما كتشوفوا معايا مزيان مزيان. وصافي هنا راه العجينه ديالنا تورقات. غادي ناخذوا قطعه ولا موس الا اللي عندكم، وغادي نحيدوا الجناب لان الجناب ما صالحينش ما عندنا ما نديروا بهم. فغادي نحيدوهم وغادي هنا غادي نبداو، يعني شوفوا معايا ركزوا معايا مزيان في التقطاع ديال العجينه باش تجينا مقاده ويجيونا حتى الكرواسات يجيونا كل وحده يعني تقاده وحده، ما يجيوناش وحده كبيره وحده صغيره. فغادي نقطعوهم على هذا الشكل هذا. صافي هنا راه كملنا التقطاع وغادي نبداو نحيدو، يعني نفرقوا ديك العجينه اللي حنا قطعناها. يعني شوفوا معايا كيفاش جات، فكتجي ساهله. يعني ما تحاول يعني بلا ما تدلكوها ولا حتى شي حاجه، غير خلطوها وصافي. صافي هنا غادي نبداو نطويو في الكرواسه ديالنا. يعني شوفوا معايا الطيه صافي ساهله. صافي طوينا الاولى وغادي نستمروا حتى غادي نكملوا العجينه ديالنا كامله في الطي بهذه الطريقه هذه. ركزوا معايا. فكنبداو بهذا الشكل هذا. فحتى لما بغيتوش مثلا تعمروها فتقدروا تخليوها غير بحال هكا كتجي بنينه وكتجي مقرمشه. فصافي كتخليوها بحال هكا. صافي غادي نستمروا حتى نكملوا العجينه ديالنا كلها. وصافي ها هي كملنا الكرواسه كامله. فهنا غادي ناخذوا بيضه وغادي نديروا فيها
يعني بغيتو ديروا فيها شويه ديال نسكافي ديروا، ما بغيتوش صافي كنخلطوا. درنا هنا فيها درنا فيها الثومه بودره باش ما تعطيناش، لان حنا غنديروا كرواسون مالحه. فصافي من بعد ما درنا كرواسون طيب غادي نجيو باش نوجدوا الحشوه. عندنا هنايا مقله درنا فيها الزيت والصدر ديال الدجاج، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وغادي نزيدوا الثومه بودره. الثومه بودره اللي كتعطي بنه واعره في الماكله. فصافي غادي نخليو هاد الصدر هذا يتشحر مزيان، ومن بعد عاد باش غادي نزيدو عليه الثومه. بالنسبه للثومه البنات كما قلت لكم رانا تشاركت معكم لومبالاج ديالها، فتقدروا تمشيو عند اي عطار وتاخذوها، زوينه بزاف وكتبنن الماكله وكتخلي واحد المذاق زوين. فصافي هنا الدجاج ديالنا راه تشحر، غادي نحيدوه باش يبرد، ومن بعد غادي نجيو باش غادي نديرو الخلطه ديال اولا الحشوه ديال الكرواسون. هنا عندنا الدجاج من بعد ما برد، الصدر ديال الدجاج اللي حنا شحرنا، لا دان فيمي او اللحم المدخن. عندنا هنا 3 ديال الفرماجات، عندنا هنا قزبر ومعدنوس، وعندنا الجبن اللي درنا 2 ديال المعالق. غادي نطحنوهم مزيان، ومن بعد عاد باش غادي نزيدوا البزار والملحه من طبيعه الحال. فهذه هي الحشوه، شوفوا معايا كتجي كريميه. فبغيتو تخليوها كما قلت لكم على حسب نتوما باش بغيتو تعمروا هاد الكرواسون. فصافي هنا الكرواسون راه طابت، شوفوا معايا كيفاش جات محمره ومقرمشه وجات بنينه. يعني الا بغيتو تخليوها غير فحال هكا تخليوها، يعني كيبقى الاختيار لكم. فهنا خدينا الخس قطعناه، وغادي نبداو نديروا الخس، ومن بعد نديروا الحشوه اللي صايبنا معكم. فكتجي بنينه ولذيذه، ويعني نقدروا نصاوبوها ماشي غير رمضان، نقدروا نصاوبوها لجميع المناسبات. فصافي كنعمروها بهذه الطريقه هذه. فبالنسبه للحشوه تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوا، يعني مثلا تقدروا ديروا الكفته، تقدروا ديروا اي حاجه، الاختيار كيبقى لكم في الحشوه. وغادي نستمروا بحال هكا تنكملوا كرواسون كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، جات بنينه ومقرمشه ومحمره كما كتشوفوا، وجات حتى الحشوه جات واعره. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. بسلامه.